سلام. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم طاجين بالقرعه الحمراء واللحم الراس على طريقه جدا مبتكره، سهله اقتصاديه، والاهم ان الطاجين كيجي لذيذ ورائع. تبعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير باش كنتعرفوا على المكونات وطريقه تاع التحضير. ما تنسونيش كذلك من اللايك والاشتراك باش كتكبر القناه وتعم الفائده وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله. بالنسبه للطريقه، اول حاجه بعدا كنشدو لحم الراس اللي غسلته مزيان ونقعته في القليل من الخل باش هكا نعقمو جيدا. بعد ذلك كنستقطرو وكنوضعو جانبا. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج او الخضره اللي غنحتاج مع الطاجين، اذا نصف كيلو تقريبا من القرعه الحمراء اللي قطعتها الى قطع طوليه بعد ما زولت لها القشر، بصله مفرومه، حبات من الطماطم صغيره الحجم، حبات من الطماطم او عفوا حبات من البطاطس كذلك صغيره الحجم. وبالنسبه للتوابل او البهارات اللي غنرافق معها الطاجين، كنحتاج مروزيه ديال اللحم، البزار، سكينجبير، الكركم، القرفه والملح، ثم زيت الزيتون والقليل من القزبر والمعدنوس. اذا اول حاجه غادي نوجد التتبيله. اذا في وعاء غادي نفرغ جميع المكونات ديال البهارات اللي لاحظتوا معايا، غادي نضيف عليها القليل من الزيت وغادي نجمع الكل جيدا حتى كنحصلوا على تتبيله جاهزه باش نتبل بها اللحم. اذا من المستحسن تبلوا اللحم وتخليوه تقريبا ساعه الى ساعه ونصف باش هكا داك اللحم يتشرب جيدا ديك التتبيله. وكما قلت لكم في الاول، اذا استعملت انا لحم الراس كيجي صراحه رائع ولذيذ مع القرعه الحمراء. نغيروا شويه من الاستعمالات العاديه ديال القرعه الحمراء اللي غالبا كنستعملوها في الكسكس او في العصير. جربوها بهذه الطريقه في الطاجين ومع لحم الراس، صدقوني غادي يعجبكم وغادي يولي الطاجين معتمد عندكم. وثم بعدها اذا في طاجين في الاسفل ديالو دائما كندير انا اما اعواد ديال البسباس او اعواد البصل باش هكا اللحم تاعي ما يتحرقش. غادي نوزع قطع اللحم، ثم بعدها غادي نبقى نوزع كذلك في الخضار على التوالي. اذا غادي نوزع قطع ديال القرعه الحمراء اللي قطعتها كما كتلاحظوا طوليا، وبعدها غادي نوضع كذلك حبات ديال البطاطس صغيره الحجم. الا ما كانش متوفره عندكم فقط استعملوا البطاطس العاديه. وغادي نوضع ديك البصله اللي فرمتها فرما جيدا اعلى ديال الطاجين. وبالنسبه للطريقه ديال التوزيع ديال الخضار كيبقى حسب الذوق وحسب الاختيار. اذا فقط انايا عطيتكم فكره. ثم بعدها غادي نوضع حبات من الطماطم صغيرة الحجم كذلك سوريز في الجوانب. إلا ما كانش متوفرة فقط حبة من الطماطم العادية قطعوها إلى دوائر وزينوا بها الطاجين تاعكم من الجوانب أو من فوق. وغادي نزيد كذلك حبة من الفلفل الحار وبعض أعواد ديال القرفة اللي كتعطي الطاجين كذلك واحد المذاق جدا رائع ولذيذ، كتواتى جيدا مع القرعة الحمراء. وديك التتبيلة المتبقية زدت لها القليل من الملح مع الماء ووضعتها او فرغتها من فوق، وطبعا القليل من الزيت. ونخلي الطاجين تاعي يطيب على درجة حرارة جدا هادئة حتى كيطيب على خاطرو. وهذا هو الشكل النهائي ديال طاجين لحم الراس بالقرعه الحمراء اللي حضرته معكم. صراحه كيجي رائع ولذيذ طعم جدا خيالي. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه بهذه الطريقه هذه، وكنتمنى الحلقه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. وفي فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله من شهيوات الهامته.